حد بتقول لي انا جاي لي واحد بص سفر و بس ما بيصليش، اعمل ايه؟ هو في اختيار اصلا؟ راجل يرجع البيت الساعه 5 فين مراتي؟ معلش في المواصلات يا حبيبي. صباح الخير يا فندم. طب استنى يا فندم انا هحضر الاكل ان شاء الله وحضرتك تيجي. تحس الدنيا اتقلبت. بس هنصبر. انت مستعجله ليه حضرتك؟ اصلا هيعدي عليا قطر الجواز. ما يعدي يا ستي، سيبك من قطعه الظل راجل ولا ظل حيطه. انا جيت على الجرح ولا ايه؟ عند زوجها انت عارف ان انا تعبانه وعارف ان انا شغاله وعارف انه في بتكلموا بالاحترام ده؟ لا خالص اصلا يعني خالص. لا انت عايز ايه؟ تخش انت تاكل وتخش اوضتك. انت تتجوز بنت سويه، بنت عارفه يعني ايه حقوق زوج، مش تقول لك انا زيك انا راسي براسك، انت تشتغل وانا اشتغل. غير بقى الستايل عشان النساء هيزعلوا والرجاله هيزعلوا وهتبقى يعني البودكاست امل ان هو يعدي الحته اللي تعدي عشان المهندسين هيزعلوا منا. يا عم انا بحب المهندسين يا عم. يا بنتي بتقول يا شيخ انا فرهوده، انا اول ما يجي وعنها مؤثره انا فرهوده، انا يكفيني العمل التطوعي والحاجات دي كلها، لكن غير كده هنقعد في بيتي معززه مكرمه. صغور النساء كثر كتير جدا، صغور النساء، واولها واهمها ثغرة التربيه الاولاد. حد بتقول لي انا جاي لي واحد بص سفر و بس ما بيصليش، اعمل ايه؟ هو في اختيار اصلا؟ اصل بيقولوا لي انت هتغيريه. يعني انت تغيريه خير حضرتك يعني. ما بيصليش دي خط احمر. يعني دايما بنصح الطلبه بتوعي ما بيصليش بيشتم. يعني ده ابو اللي هو بيشتم مش مثلا في غضب، لا بيصليش بيشتم بيدخل الحاجات دي كلها. انا ما تخشيش طريق زي ده، ما تاخديش ريسك اصلا. هتقول لك انا بحبه جدا ما فيش غيره في الدنيا. حبك بورس مش هينفعك. زوجك جنتك ونارك. انا عارف ان هو بيدخن على قلبي زي العسل، عارف ان هو ما بيصليش. جاي تسالني ليه؟ ما شيلي في الاخر لما تتضربي. ما واحد ما عندوش وعي دين لما يضربك حد يقول لك ايه؟ طب ما فيش شيوخ بيعملوا كذا. يا عم انا بتكلم على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل امهات المؤمنين. هو ده الراجل اللي احنا عايزينه. ده موجود في الزمن، موجود. بس هنصبر. انت مستعجله ليه حضرتك؟ اصلا هيعدي عليا قطر الجواز. ما يعدي يا ستي، سيبك من قطعه الظل راجل ولا ظل حيطه. لا يحملنك ماشي ايه تقدم العمر عن انت تتجوزي اي جوازه. لا، ما هو يا راجل يا خليني قاعده مع والدك معززه مكرمه وفي الجنه اتجوزي براحتك. وهكذا البنت يا راجل تتجوز بنت سويه، بنت عارفه يعني ايه حقوق زوج، مش تقول لك انا زيك انا راسي براسك، انت تشتغل وانا اشتغل. مع ان انا ما بتكلمش عن يعني انا في الشغل، يعني رايي الشخصي المتواضع ان على حسب شغلانه البنت. اكيد لو بنت على ثغر تنفع بنات المسلمين، لا تمنع. خليكي في ثغرك. طبيبه، مدرسه، حاجه في ثغر. لكن معلش يعني واحده بتشتغل مهندس مدني، صباح الخير يا فندم، حضرتك بتنزلي المواقع بتعملي ايه مع الرجاله؟ هتشيلي طول حضرتك؟ لا حاجه تشيل يعني. والله انا جيت على الجرح ولا ايه؟ يعني البودكاست امل ان هو يعدي الحته اللي تعدي عشان المهندسين هيزعلوا منا. يا عم انا بحب المهندسين يا عم، اخواتي احنا لنا زميلات وبتاع، بس مش كله صراحه يعني، عشان برضو ما نبقى والله يعني. بس هو طبعا مكان عارف ان هو للرجال. انا عندي طالبات والله العظيم. والله يا بنتي بتقول يا شيخ انا فرهوده، انا اول ما يجي وعنها مؤثره انا فرهوده، انا يكفيني العمل التطوعي والحاجات دي كلها، لكن غير كده هنقعد في بيتي معززه مكرمه. والله ده مهم جدا، ده مهم جدا. هي بترجع في الاخر صراحه بتلاقيهم اصلا كلهم عندهم نفس انت من الاخر احنا عارفين ان انت في الاخر مالكيش غير بيتك وولادك. انت ليه بتتعبينا معاك؟ هم عايزين يمسكوا العصايه السوبر هيرو، تخلف فاول ما تخلف تعمل ايه؟ تروح جايبه البيبي عند امها، معذره يعني في الله عند والدتها خلاص، وبعد كده ايه؟ وتقعد تشوف شغلها. الراجل يرجع البيت الساعه 5 فين مراتي؟ معلش في المواصلات يا حبيبي. صباح الخير يا فندم. طب استنى يا فندم انا هحضر الاكل ان شاء الله وحضرتك تيجي. تحس الدنيا اتقلبت. طب اقول لك على حاجه وهتتفق معايا فيها، والناس اللي في الاعداد كلهم هيتفقوا عليها فيها. والله لو الايه معكوسه وانا عندي حد يصرف عليا ويقعدني في بيت معزز مكرم، والله العظيم لا اقعد وعايز اشتغل، اقسم بالله. لكن احنا قوامين هنعمل ايه؟ مش عارف، احنا خلاص القوامه عندنا. القوامه عندنا، فلازم نشتغل ونسعى هي بتلاقي كان في حد كاتب بوست يعني، كان بيقول لك ايه بتلاقيها المدير بتاعها هيجيبها الساعه 7 الصبح. ايوه تيجي العميل الفلاني تتكلم معاه بالطريقه الفلانيه تسمع الكلام، تيجي 7 الصبح تسمع الكلام، الاوردر ده يتسلم مش عارف ايه امتى في كذا، في التقرير ده يتحط في الحته الفلانيه، تروح لفلان تساليه
تسمع الكلام بالملي عند زوجها. انت عارف ان انا تعبانه وعارف ان انا شغاله وعارف انه في بيتكلموا بالاحترام ده؟ لا خالص اصلا يعني خالص. لا انت عايز ايه؟ تخش انت تاكل تخش اوضتك انت. مأساة والله، مأساة. لذلك مسألة الإعداد لا أصعب حاجة مش مجرد النسوية العادية، النسوية الإسلامية. أجارك الله لما النسويات تتكلمنا باسم الدين. أجارك الله. بنلف في نفس، أنا أعتقد إن إحنا كده بنلف في دايرة، إن فكرة إن أنت بتلف في دايرة وعارفة إن أنت هتتعبي على الفاضي. مش بتقول طبعا زي ما بنقول إن إحنا مش بنمنع الشغل والنهائي والكلام ده، لا خالص والله، لكن بنقول إن إحنا عاوزين، أو مسألة أنت قلت حتى جملة حلوة قوي، اتأخري أو اتأخر بس تلاقي حاجة حلوة. يعني أنا عندي بعض الطالبات في كليات طبية، كلية زي علاج طبيعي، أنا قلت يا بنتي ما تسيبيش مجالك، لأن بيجي لها مثلا عرسان ولا حاجة. لا ما تسيبيش مكانك. ما الانسان دول يعني انا ممكن اصحابه ما تسيبيش ليه؟ انا الاسلام لا قدر الله لو حد من اهل بيتي اقاربي نساء حصل لها حاجه محتاجه علاج طبيعي، اول حاجه ادور على ايه؟ طبعا امراه طبيبه عندها حاجه في اسنانها ادور على ايه؟ طبيبه. ما مش هروح. هو ده الثغر اللي احنا اتكلمنا عنه. ده صغور النساء كثر كتير جدا، صغور النساء، واولها واهمها ثغر التربيه الاولاد. والله التربيه. اصل انا مش هقعد مع اللي ابني لا صالح، ثغر التربيه، وخصوصا اللي هي تبقى مدرسه. ومين افضل حد اللي تجمع بين الاثنين، بين صغر ينفع المسلمين وصغر في بيتها. ودي بقى كان في السلف قليلات اللي تعرف تعملها. امهات وين طبعا كلهم كده. وتجد ان الام زي ما قال الشاعر احمد شوقي، الام روض ان تعهده الحياه بالري اورد اي ماء يرادي. الام مدرسه اذا اعددتها. شوف احنا كنا بنتكلم في الاعداد. نعم صحيح. اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. شوف كميه الايجابيه اللي هتاخدها، كميه الناس الايجابيين واللي مش سلبيين في المجتمع، واللي هيفيدوا المجتمع قد ايه، ويفيدوا نفسهم وابوهم وامهم والدايره اللي حواليهم. شوف ده من اصله ايه؟ اعددت اعدادا طيبا جيدا نفسيا عقليا، مهيئه نفسها. هي فاكر البنت الشاطره اللي تعرف توازن بين بيتها وبين الثغر بتاعها، لا تترك ده ولا تترك ده. صعب. طب نعمل ايه؟ الجنة ببلاش. الله سيسأل كل بنت سبحانه وتعالى كانت على ثغر تنفع المسلمات وسابته قالت انا هنفع ثغر واحد بس. الموضوع محتاج جهد، بس المسلم لازم يشد حيله والا مش هنطلع. لابد من تعب يعني. انا افتكر ان من قريب جدا حد قال لي انا زهقت، عندي 28 سنه ومش لاقيها لسه اللي انا عاوزها. ايوه، اصل هو صعب فعلا ان هو مش لاقي، زي ما بقول لك كده. كلهم بتوع فيسبوك ونستا ويوتيوب ومقضينها يوتيوب فيسبوك نستا، ما فيش طبيخ بيعرفوا يعملوه، ما فيش طريقه معامله، ما فيش اي فقه تعامل مع الزوج، ما فيش حياء. كمان وصل بيه الامر ان هو مش لاقي بنت فيها الحاجات اللي بتعرف تربي، بتعرف تدير بيت، من بقى عمل طعامه، دير بيت كامل، مو ماديا صار مسك البيت ماديا، مسك البيت من اطعام الاولاد والزوج، مسك البيت من الراحه والسكينه اللي هتبقى فيه، واعداد الزوج واعداد الاولاد والكلام. مفيش بنت تلاقيها. فزي ما انت قلت من شويه ان اثبت اصبر. أيوة. هتلاقي، بس ما لان هو قال لي كده، قال انا تعبت اللي هو لدرجه ان انا وصلت مع نفسي انا خلاص هاخد اي واحده بقى والله النساء الغربيات والله يفعلنا ذلك. تلاقي بتدرس وبتعمل ده كله وبترجع اولادها عارفه تدير بيتها. هي فكره كلها ايه؟ الف ب اداره. درتي بيتك كويس فانت نجحتي، وهكذا الرجل. غير بقى السيد عشان النساء هيزعلوا والرجاله هيزعلوا، هتبقى احنا خلاص. لا خلاص كفايه.